الكلام ده بتاعك انت ولا بتاع شات جي بي تي؟ 90%، بلاش 90%، ممكن 99% من المحتوى اللي بقيت اشوفه، من الاعلانات اللي بقيت اشوفها، من البوستات اللي بتبقى مكتوبه، من اي محتوى بقيت اشوفه على النت اليومين دول او الفتره دي، لمسه شات جي بي تي موجوده، لمسه الاي اي موجوده فيه. الواحد ما بقاش عارف يفرق ما بين الشخص اللي بيتكلم ده، هل الكلام اللي بيتقال ده كلامه هو واللي هو المقتنع بيه، ولا جايب سكريبت، ولا مخلي اي حاجه تعمل له سكريبت عشان بس يتكلم. نفس الكلام البوستات اللي بقيت اشوفها قدامي، نفس الكلام على فكره الفيديوهات اللي بتطلع. الفيديوهات دلوقتي ما بقيناش عارفين نفرق ما بين ايه الفيديوهات الحقيقيه وايه الفيديوهات اللي معموله بالذكاء الاصطناعي. كميه داتا رهيبه جدا، كميه ناس بتعمل فيديوهات. اصلا انا وصلت لمرحله ان انا بقيت اتابع ناس بيتكلموا عن الفيديوهات اللي هم بينزلوها، مخلين الادوات تعمل لهم فيديوهات، بينزلوا اكتر من 1000 فيديو في اليوم. اليوم بينزلوا فيه 1000 فيديو، 1000 ريل، 1000 ستوري، 1000 اي حاجه. ال1000 دول متوزعين على الصفحات كلها، على النت، على السوشيال ميديا كلها. تخيل بقى انت كبني ادم هتعرف ازاي تفرق ما بين حاجه معموله بالاي اي زي كده او حاجه تانية حقيقيه، حد بجد بيتكلم. فانا شايف صراحه ان لو اتجاهك انت رايح للاي اي، انك تعمل حاجه وانك تعمل محتوى وتنزله بالاي اي، سواء سكريبتات بقى تساعدك انك تصور، سواء بوستات حتى هتكتبها، انك لو رحت في اتجاه الاي اي دي بلاعه هتغرق فيها. لو انت بتحاول تعمل بيرسونال براندنج، انت ضربت البراند بتاعك من قبل ما يبدا. بالله عليكم يعني حته زي دي هتوقع ناس كتيره جدا وهي اصلا لسه بتحاول تبدا. ممكن تكون صرفت كتير جدا او بذلت مجهود كبير جدا ان هي تتعلم ازاي تصور، ازاي تمنتج، ازاي تعمل الحاجات دي كلها، وتيجي عند حته السكريبتات او تيجي عند الحته دي وهي اصلا بدل ما تقول رايها واللي الناس عايزه تسمعه، انها رايحه جايبه راي شات جي بي تي. يا اخوانا الموضوع بجد مرعب، يا هتغرق يا هتحاول تتعلم ازاي تعوم.